معانا النهاردة فيديو عن جال تيست وأهم استخداماته ومزايا الجهاز عن الأجهزة الأخرى. الميزة الموجودة قدامنا دلوقتي إن هو الجهاز ممكن يتعرف على رقم الشاسيه بتاع العربية ويقول لي نوعها إيه، مثلا إذا كان أكتروس مثلا ويقول لي أكتروس ام بي 4 أو ام بي 3 أو ام بي 2، أو سكانيا مثلا سكانيا دي آر أو سكانيا أيا كان النوع بتاعها كام، من خلال اتعرف على رقم الشاسيه اللي هو اوبتين فين اوتوماتيكالي. من خلال الاختيار ده بدوس عليه، بس طبعا في شرط هنا معايا ان لازم تكون الفيشه دي او بي دي 2 اللي هي 16 بنه، الفيشه المربعه. تمام. او ان انا اكتب رقم الشاسيه تحت. طبعا الحاجات دي كلها اكون موصل السياره، موصل الفيشه على السياره بتاعتي، اكتب رقم الشاسيه يظهر لي نوع السياره اذا كان الجهاز بيدعمها ولا لا. طبعا الرخصه اللي معانا اللي هي الرخصه السي في اللي هي اللون الازرق. السي في دي معناها الشاحنات وربع نقل. تمام. في طبعا الرخصه بتاعتي دي السي في بتدعم 59 نوع من الشاحنات. طب الرخصه اللي انا شغال عليها بتدعم كام نوع؟ 13 بس، اللي هو بيسموها رخصة مينا أو جالتست مينا ميدل إيست نورث أفريكا، اللي هي خاصة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. طبعا الحاجات اللي متعلم عليها في الشمال دي بعلامة صح، اللي بتظهر عندي في الفيفوريت في الجنب اليمين، اللي هو الحاجات المفضلة بتظهر عندي في الجنب اليمين. أنا ممكن أكنسلهم كده عشان يظهر عندي الأنواع اللي هي المهمة بس، والأنواع التانية خلاص لو احتجتها بدخل على الليستة اللي في الطول دي. لكن انا عايز اخلي الانواع اللي انا ايدي رايحه عليها على طول زي المرسيدس المان، يبقى هم دول بس اللي ظاهرين قدامي. ممكن اسحب كمان الاختيار بتاعي ده بالماوس، اسحبه كده بالماوس شمال عشان ارتبهم بالترتيب بتاعي اللي انا شايفه الاحسن. المان اطلعها فوق مثلا. الفولفو في مثلا اتشر والحاجات المهندر او المتسوبيشي فوزو والكلام ده ممكن الغيه كله، بحيث ان انا يفضل عندي بس الانواع اللي انا شغال عليها على طول. اتشر دي هشيلها مفيش مشكله، خلاص شلتها. في عندي مثلا ايه تاني؟ في مهندرا دي مش عايزها برضو، مش موجودة عندي في مصر تقريبا خالص. عندنا أنواع تانية زي السوزو مثلا، السويشي فوزو. كل واحدة من دول أشيل علامة الصح اللي قدامها، تختفي عندي من القائمة اللي في الجنب اليمين اللي هي في حاجة اسمها الفيفورت ليست أو فيفورت براندز، اللي هي قوائم مفضلة. أنا هخلي بس الخمسة اللي احنا شغالين عليهم بس، وخلي الباقي كله هشيل. في عندنا لسه الإسوزو، في إسوزو اس ام ال، تمام، دي هشيلها برضو. ممكن اسيب الاسوزو او اشيلها، بس اشيلها لان انا ما عنديش بالنسبه لي في النقل ما عنديش اسوزو. طبعا الاسوزو دي نقل مش البيك اب. تمام. دي النقل اللي هو التراك شاحنه. خلاص انا كده وصلت للقائمه اللي انا شغال عليها اغلب الانواع الموجوده عندي، وعايز احركها بقى. ممكن امسك الايقونه بتاعتها احركها يمين وشمال عشان اخلي في اقرب مكان ليا. المرسيدس بضغط عليها ضغطه واحده بس بكليك شمال، يقول لي عايز تاخد ايه من المرسيدس او تشتغل على ايه. الاتيجو، الاروكس، الانتوس، الاكسور، كل جميع الانواع بتاعه المرسيدس. تمام. لو مختار النوع بقى اللي هو في الجنب الشمال، يجيب لي بقى الموديلات بتاعته المختلفة زي الأكتروس مثلا. لما أضغط عليها ضغطة يجيب لي فيه عندي من تحت كده ام بي 1 ام بي 2 3 وام بي 4 والام بي 5. أنا مثلا بضغط على إيه الام بي 4 اللي هي بادئة من 2012 لحد 2018. طبعا مش لحد 2018، 18 دي وقف، بدأ يصنع الام بي 5، لكنها بتصنع لحد الآن وقتنا الحالي الام بي 4. اول واحده دي اللي هي اختار السيستم اللي انا عايزه. يعني انت عايز تفحص ايه بالظبط؟ نظام بيئه، نظام الانذار، نظام الفرامل، نظام اللي هو الكمبيوتر المركزي اللي هو السي جي دبليو، او نظام السي بي سي. بتختار الحاجه اللي انت عايزها. هو دلوقتي جايب لك كل الكنترولات، فانا بشيل العلامه اللي فوق دي علامه الصح، واختار الحاجه اللي انا عايزها. انتي بليوشن اللي هو ايه نظام البيئه، اللي هو نظام البيئه، او بيسموه احنا الاد بلو، نظام الاد بلو طبعا، لكن الاد بلو ده جزء من البيئه. يبقى صح ان احنا نقول عليه نظام البيئه او معالجة العوادم. بضغط طبعا على علامة الفيشة دي عشان يعرفني مكان الفيشة اللي انا هوصل عليها الجهاز بتاعي. طبعا دي مش موجودة في الأجهزة التانية. الأجهزة التانية ممكن يوضح لك إن مثلا ايه الجهاز التوصيل بتاعه مثلا، لكن هنا الجيال تيست بيوضح لك مكان الفيشة فين، والفيشة اللي انت هتركبها. يعني الجهاز بيبقى جاي معاه مجموعة فيش طبعا كابلات، بيقول لك مكان الفيشة في العربية موجودة فين في التابلو بالشكل ده أسفل التابلو. والفيشة بتاعتي بتبقى بالشكل ده، صورة أقرب شوية 16 بنة. والكيبل اللي أنا هستخدمه اللي هو جاي معاه من الجهاز بتاعي. الجهاز بتاعي جاي من مجموعة كابلات معاه. الكيبل بتاعي رقمه جي دي سي 213.3 أو 213.9. تمام. بوصل عليه في عندي طريقتين للتوصيل. دي حاجة اسمها الدايركت كونكتور، الفيشة اللي جاية مع الجهاز. في حاجة تانية اسمها مالتي بن. مالتي بن دي بتختار ان انت ايه هتوصل الجهاز بتاعك على سورس خارجي كهرباء، سواء من الولاعة بتاعة العربية أو البطاريات، وبتوصل بنة أو بنتين حسب نوع العربية. في بعض العربيات بتوصل بنة واحدة بس، تقريبا الام بي 3 والام بي 2
بتوصل على بينة رقم 7، بينة واحدة بس، وتفتح الجهاز وتشتغل تمام، مفيش أي مشكلة. هنا لأ، هنا في الام بي 4 بيطلب منك توصل على بنتين، بنة رقم 6 وبنة رقم 14، وبيديك برضو الوصلات بتاعتها هتوصل على ايه بالظبط. الوصلات دي جاي مع الجهاز بتاعي، جهاز الجالتست، حاجة اسمها مالتي بين كونكتورز او سوكيتس. بوصل عليها الجهاز بتاعي حسب الالوان، يقول لي رقم ايه يبقى اختار رقم ايه الازرق، يبقى الفيشه رقم الفيشه الزرقاء او البنه الزرقاء، ورقم سي يبقى الفيشه ايه التانية، وهكذا. طبعا دي السوكت اللي هو الاصلي بتاعي اللي هو الاو بي دي 2، اللي هو يعني ثابت من اول الموديلات بتاعه الام بي 2 والام بي 3 والام بي 4 والام بي 5، يعني كل شركات السيارات عملته ستاندر بالنسبه لها الاو بي دي 2. ده كان شرح بسيط عن الجال تيست، وطبعا هسيب لكم لينكات في شرح تفصيلي اكتر، في هيظهر في علامة الاي اللي بتظهر فوق او في صندوق الوصف.